السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة مع أخوكم محمد سالم. ما تنساش تعمل متابعة ولايك، شارك الفيديو عشان يجيلك كل جديد. تعالوا نشوف أخبار سريعة، أخبار الأهلي، أخبار الزمالك، وترتيب الدوري الممتاز. يلا بينا نبدأ أخبارنا وعن نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما أنتم عارفين الفترة اللي فاتت كان عنده مشاكل كتير جدا، ومن ضمنهم كان سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري دلوقتي أصبح بعد تصريحات للمدرب في أول الدوري اللي هو مش هيكمل معاه. رجع سيف الجزيري اللي هو اعتذر للمدرب والجهاز الفني كله، وقدر يشارك في عديد من المباريات، واخرهم ماتش دي كداها وقدر يسجل الهدف. طب الجزيري مستمر مع نادي الزمالك؟ الجزيري مستمر مع نادي الزمالك، وكمان ممكن تلاقي الجزيري بيلعب هو والدباس صفه اساسيه تحت. ومعانا خبر تاني زملكاوي وهو عن لاعب محمد شحاته. محمد شحاته زي ما احنا عارفين كان مصاب الفتره اللي فاتت، وكان ليه تاثير جدا في ارض الملعب، وعرفنا ان اللاعب محمد شحاته ليه اهميه جامده نادي الزمالك وليه دور جامد جدا. طيب محمد شحاته ان شاء الله بنسبه 99% هيشارك في السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات، ومساله وقت مش اكتر بالنسبه لمحمد شحاته. نروح لخبر تاني وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد ملك النص، عبد الله السعيد رمانة الميزان. الفترة اللي فاتت عبد الله السعيد كان مصاب في ظهره، او عنده شوية الام في ظهره، وتمنعه من المشاركة في اللقاء القادم في الكونفدرالية. طب عبد الله السعيد مكمل وهيلعب السوبر ان شاء الله. ان شاء الله عبد الله السعيد هنشوفه في السوبر المصري. ومكملين مع اخبار نادي الزمالك وحازم امام. حازم امام زي ما احنا شايفين وعارفين قدم استقالته، ومجلس الاداره وافق على الطلب، وحازم امام خارج نادي الزمالك. الخبر اللي بعد كده معانا وهو ازمه بنتايج. بنتايج زي ما احنا عارفين ان بنتايج كان عنده اصابه خفيفه، كان عنده شويه مشاكل في المستحقات بتاعته، كل حاجه اتحلت الحمد لله، وما زال اللاعب لسه مصاب، بس ان شاء الله يلحق السوبر المصري. بنتايج بيحب الزمالك، وجمهور الزمالك بيحب بنتايج، وكل الدعم لبنتايج الفتره القادمه، ونشوفوا احسن مستوى باذن الله. وبنتايج زملكاوي. خبر تاني زملكاوي، والزمالك بيدرس بيع اكتر من اللاعب في صفوف الفريق. طيب مجلس الاداره مع جون ادوار مع يانيك فيريرا عملوا اجتماع ان في اكتر من لاعب لازم يرهن على الفرقه علشان خاطر نقدر نجيب فلوس والنادي، واللعيبه الموجوده تقدر تاخد فلوسها ومستحقاتها. نروح بقى من اخبار النادي الزمالك الى المارد الاحمر، النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، في الميركاتو اللي جاي، الفتره اللي جايه يناير المقبل هتلاقي الاهلي بيتعاقد مع كام لاعب كمان، من ضمنهم 3 لعيبه اجانب. المدرب يختار منهم واحد او اثنين، والاداره مرشحه له اثنين من مصر، وهم المدافع محمود الجزار من البنك الاهلي، واللاعب توفيق محمد لاعب بتروجيت في الجبهه اليسرى. كده لاعبين مهمين جدا ممكن نشوفهم في يناير مع النادي الاهلي، غير الاجانب اللي المدرب يختارهم، ودي ان شاء الله تبقى صفقات يناير المقبل. الخبر اللي بعد كده للنادي الاهلي، وخبر ممكن ما يعجبش كتير قوي من الاهلاويه، وانا عن نفسي كزملكاوي الخبر برضو مش عاجبني، وهو امام عاشور. طبعا امام عاشور دي كره القدم اللي احنا بنلعبها، وطبعا الكلام اللي كان بيتقال قبل كده والمشاكل اللي كانت ما بين جمهور الزمالك وامام عاشور. الف سلامه لامام عاشور. وكمان عايز اقول لكم ان الكوره شيء والمرض شيء تاني، وان الحياه غير كره القدم نهائيا. الحياه الشخصيه يا جماعه ما ينفعش حد يفرح في حد وهو تعبان. وكل الدعم لامام عاشور بجد. انا من الناس الزملكاويه المتاثر بامام عاشور. امام عاشور كان لعيب مقاتل جدا، لعيب عنده حماس جدا، ما غلطش اللي هو راح النادي الاهلي. كمان عايزين كل واحد يدعي لامام عاشور في الكبوه اللي هو فيها. وامام عاشور زي ما احنا عارفين كل الصحف نزلت ان امام عاشور رجع المستشفى تاني، والف سلامه لامام عاشور. فاول حاجه امام عاشور مش هيلحق السوبر المصري بالامارات، دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه وهي حسين الشحات. حسين الشحات نفس الكلام، ممكن ما يلحقش السوبر المصري في الامارات لان عنده اصابه برضك، واللاعب ممكن ما يلحقش السوبر المصري. اتكلم برضك اصابه ثالثه، واللاعب محمد شريف المخيف. محمد شريف المخيف كان الفتره الاولانيه كانت مع الاهلي، كان عايز اقول لكم فعلا مخيف، لكن لما احترف ورجع في الدوري السعودي ورجع تاني للنادي الاهلي مش هو محمد شريف اللي احنا نعرفه، ومش هو محمد شريف المرعب قوي. طيب محمد شريف عنده اصابه في الضمه واحتماليه جامده اللي هو ما يلحقش السوبر المصري، والاصابه ممكن من اسبوعين ل3 اسابيع. فهل محمد شريف هيلحق؟ ما اعتقدش لو هيلحق. فدي اخبار مش هتعجب الناس الاهلاويه. انا بقى خبر اخير للنادي الاهلي، وهو كل مره بنتكلم على اليو ديانج. اليو ديانج رايح، اليو ديانج جاي، اليو ديانج مشي جه تاني. اليو ديانج دلوقتي جاي له عروض مغربيه. اليو ديانج جاي له عروض مغربيه،
وهل النادي الاهلي عايز اليو ديانج، ولا هنلاقي اليو ديانج في المغرب الفتره القادمه، ولا هيبقى في كلام تاني للنادي الاهلي والمدرب؟ تعالوا بقى في اخر الفيديو نقول لكم ترتيب الدوري المصري من الاول لحد السادس، مش هنكتر عليكم. اول حاجه سيراميكا عندها 20 نقطه ويحتل المركز الاول، زي ما احنا عارفين الاهلي زمالك بيراميدز المصري ودخل معاهم انبي كمان، يبقى سيراميكا في الاول والمصري البورسعيدي في الثاني والزمالك في الثالث والاهلي الرابع، انبي الخامس، وبعد فوز بيراميدز على فاركو يبقى بيراميدز السادس وليه ماتشين مؤجلين، والاهلي ليه ماتش مؤجل. ما تنساش في اخر الفيديو تنزل تحت تخبط اللايك الجميل وتتابع للصفحه، شارك الفيديو علشان يجي لك كل جديد، محتاج دعمكم فعلا، والحمد لله على كل شيء. سلام.